السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحضر وصفة حلوة قوي قوي ولذيذة قوي، والكل كده بيعشقها، كبار وصغيرين. ويا سلام بقى كده مع كوباية النسكافيه أو الشاي بلبن، بجد خطيرة. المقادير بتاعتنا سهلة قوي، كلها موجودة عندك في البيت. أول حاجة عندي نص كوباية من السكر البودرة أو 125 جرام من السكر البودرة، و250 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة أو كوباية زبدة كبيرة. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. وبضاية واحدة بس عليها فانيليا، ومعلقتين كاكاو ومعلقتين نشا، و375 جرام من الدقيق، يعني حوالي 3 كوبايات من الدقيق، وشوكولات شيبس وبيكنج باودر. هقول برضو المقادير معاكم تاني وانا نازلة بيها كده واحدة واحدة. اول حاجة هنزل بيها 250 جرام من الزبدة او كوباية زبدة كبيرة. تمام، دي اول حاجة هحطها. بعد كده هضيف عليها 125 جرام من السكر البودرة او نص كوباية من السكر البودرة. الكوباية اللي هتعايري بيها الزبدة هي اللي عايري بيها السكر عشان المقادير تطلع معاكي مظبوطة. وهخلط بقى الزبدة مع السكر كويس قوي. ممكن تعمليهم بالمضرب اليدوي ومفيش اي مشكلة، بس هياخدوا منك وقت شوية. لو بالمضرب الكهربائي هياخدوا حوالي 5 دقايق كده ضرب، لو بالمضرب اليدوي هياخدوا منك 10 دقايق ضرب. انا هفضل اخلط فيهم. حسيت ان الطبق اللي بعمل فيه ده صغير شوية، فهنقلهم في طبق تاني وهخلط فيهم لمدة 5 دقايق بالمضرب الكهربائي لحد اما قوام الزبدة يبقى كريمي معايا قوي، والزبدة تختلط بالسكر كويس قوي قوي قوي، ولون لون الزبدة كمان يفتح شوية. انا عايزة لون الزبدة يفتح شوية ويتخلطوا مع بعض كويس قوي، يبقى قوامهم كريمي. واول ما الزبده تبقى كريمي كده مع السكر ولونها يفتح شويه، هننزل بقى بالبضايه اللي عليها كيس فانيليا او نقطتين فانيليا كده لو الفانيليا بتاعتك سايله. تمام، اهو بصوا كده لون الزبده فتح شويه وبقت كريمي كده. هنزل بقى بالبضايه دلوقتي. البضايه دي انا كنت حاطه عليها نقطه فانيليا عشان الفانيليا بتاعتي سايله. انت ممكن تحطي كيس من الفانيليا معاها لو عندك فانيليا اكياس يعني. وهخلطهم مع بعض مش كتير، يعني دقيقتين كده بالكتير قوي. هخلطهم بس مع بعض البيض كده يكون يدوب كده ويختلط مع الزبدة والسكر. والبيض اللي هتحطيه، البضاية اللي هتحطيها هتكون بدرجة حرارة الغرفة، عشان خاطر البضاية لو ساقعة هتخلي الزبدة مع السكر يفصلوا عن بعض. تمام، فخليها تبقى بدرجة حرارة المطبخ عشان خاطر ما يفصلوش من بعض. وهبتدي انزل بالدقيق 375 جرام او 3 كوبايات دقيق، بس انا هنزل بكوبايتين ب3 كوبايات الا ربع، وهشيل معلقتين دقيق في الاخر. هنحتاجهم، بس انا هشيل كده معلقتين دقيق على جنب من ال3 كوبايات عشان نشوف هنعمل ايه. عندي الخليط لسه طري وبيلزق، وهو اصلا لازم يكون بيلزق شويه. والكميه دي بقى اللي احنا قسمناها كده بالنص، هنزل عليها كده بمعلقتين من النشا، معلقتين الدقيق اللي احنا شلناهم من الكوكيز الابيض. احنا بنعمل كوكيز، المعلقتين اللي شلناهم من الكوكيز الابيض حطيت مكانهم نشا، والمعلقتين اللي احنا شلناهم التانيين يعني شلت حوالي 4 معالق من الدقيق، ونص معلقه بيكنج باودر على الخليط كله على بعضه. بس انا عشان نسيت احطها وهو كله على بعضه، فحطيت هنا ربع معلقه وهنا ربع معلقه، بس على الكميه كلها يعني 3 كوبايات دي نص معلقه من البيكنج باودر. اهي بس كده العجينه خلاص خلصت. دي اللي هي بالفانيليا. الكوكيز الابيض بيبقى بيلزق كده شويه. ودول هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الكاكاو. ممكن تحطي معلقه كاكاو واحده ومعلقه نشا واحده، وتشيلي معلقه ومعلقه بس تشيلي معلقتين بس من الدقيق، مش 4 معالق. بس انا بصراحه بحبه يبقى مقرمش شويه كده، مش ناشف، لا يكون مقرمش شويه كده، بيديكي ذوبان في البق. فعشان كده شلت 4 معالق دقيق.
وكده كده الكاكاو بينشف، عشان كده في العجينه اللي هي البني ما حطيتش نشا. حطينا هنا معلقتين نشا بدل الدقيق، وحطينا هنا معلقتين كاكاو بدل الدقيق. تمام. وهبتدي دلوقتي ان انا اخدها كده، باخد كده اعمل المقاس اللي انا عاوزاه، وبكورها كده كرة صغيره، المقاس بقى اللي انت عاوزاه، ومش بضغطها في الشوكليت شيبس وانا بنزل فيها كده اهو بالشكل ده كده. وهتبقى بالشكل ده اللي هو الابيض. بكورها كده ومش بضغطها بقى في الشوكليت شيبس. حاجه كده يعني العيش الكوكيز ده مفيش حد ما بيحبوش اصلا، لذيذ كده بقى مع الشاي بلبن، مع كوبايه نسكافيه، مع كوبايه اوت شوكليت في البرد دلوقتي كوبايه اوت شوكليت كده مع وحدايتين كوكيز، وانسي نفسك بقى في دنيا تانية. طريقته سهلة قوي، وهتلاقي مكوناته كلها موجودة عندك في البيت. ممكن تستبدلي الزبدة بسمنة، بس السمنة بقى هتكون ساقعة. تستبدلي كوباية الزبدة بكوباية سمنة، بس السمنة بتاعتك بقى هتكون ساقعة. تحطيها في التلاجة كده عشان تسقع وترمل، وتشتغلي بيها عادي. عملنا اللي هو بالفانيليا، خلاص خلصت الكمية، وما شاء الله 3 كوبايات دقيق طلعوا معايا كمية حلوة قوي. وبرضو هعمل البني بنفس الطريقة. قولي بقى بتحبوا كوكيز الفانيليا اكتر ولا كوكيز الشوكولاتة؟ انا عن نفسي طبعا الشوكولاتة، يعني عشق كده، ادمان. وبسيب فراغ كده سنة بسيطة خالص، لان هو لما يدخل الفرن هيريح معانا شوية. والله عملتهم وانا واقفة، ما خدوش مني وقت خالص. حطيت بقى واحدة كوكيز ابيض كده في النص مع الاسود عشان خاطر اعرف ان هو استوى. هدخلهم بقى الفرن على طول، مش هسيبهم يرتاحوا ولا اي حاجه. هدخل الفرن على طول، الفرن متسخنه من قبل كده على درجه حراره 180. على الرف اللي في النص هياخدوا بالظبط معاكي من ربع ساعه لتلت ساعه، مش اكتر من كده. اول ما ياخدوا اللون الاحمر الحلو ده من تحت طلعيه على طول، هو بياخدش لون من فوق اصلا. هسيبهم بقى كده على السيجان، مش هحركهم عشان لسه سخنين. ولما يبردوا نرجع بقى نرصهم مع بعض. بعد ما بردوا تماما، بصوا شكله من جوه مقرمش كده، وفي قطمه لذيذه قوي، بيدوب كده في البق، بجد خطير، جربوها يعجبكم قوي. امشوا بس على المقادير هي بالظبط. ولو مش عندك زبده حطي سمنه، بس السمنه هتبقى ساقعه علشان تكون مرمله. هرصهم بقى، حطيهم في اي علبه، في اي طبق تقديم عندك، ورصيهم كده بشكل حلو، اللي رايح واللي جاي هياكل منهم، وبألف هنا وشفا. طريقته سهله قوي 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 قوي، وطبعا مفيش حد ما بيحبوش. بس جربوه بقى وان شاء الله هيعجبكم، واشوفكم في فيديو على خير باذن الله. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.